يا أهلاً بكل هوانم برج الحوت، يا أرق وأذكى القلوب. النهاردة فنجانكم غريب وفيه رموز ما كنتش متوقعة. شايفة قدامي شنطة سودة فخمة جداً، وشايفة حيرة بين كذا طريق وكذا اختيار. افتحوا قلوبكم وعقولكم، عشان اللي هقوله النهاردة مش مجرد توقعات، دي حقيقة هتشوفوها بعينيكم. واللي مش مشترك يلحق مكانه في عيلتنا، لأن الخبطة المرة دي كبيرة ومفاجأة. يا حوت، انت عانيت كتير الفترة اللي فاتت من ناس رخيصة دخلت حياتك وخدت من طاقتك ومن وقتك. الفنجان بيقول إن في طرف تالت كان عامل غيمة سودة في حياتك، وشخص متلاعب بيحاول يلف ويرجع تاني ويدخل من الأبواب المواربة. بس أبشرك، الشنطة الشيك السودة اللي ظهرت في طريقك معناها بإن كرامتك رجعت لك وهبتك اتفردت من جديد. في شخص رزين وله شأن داخل حياتك، أو علاقة كانت متعثرة هتتصلح، بس بشروطك انتي وبالقواعد اللي انتي هتحطيها. مش هتسمحي لحد يستغلك تاني، والصفحة القديمة اللي وجعتك اتقفلت للأبد واتركنت على الرف. ونيجي بقى للرزق والمال. شايفة زحام كتير حواليكي، ناس بتجري وناس بتخطف، بس انتي عينك صقر. في مبلغ مالي جاي من مكان غير متوقع، أو شنطة رزق كانت مقفولة وهتتفتح لك في وقتها المناسب. الحوت اليومين دول عنده حاسة سادسة قوية جدا في التجارة أو العمل. لو قدامك عرض سعره رخيص أو فرصة مش قد مقامك، ارميها ورا ظهرك ولا تلتفتلها، لأن الغالي والحلو محجوز باسمك انت يا هانم الفنجان. بس خلي بالك من عقارب حواليكي بيحاولوا ياخدوا نصيبك أو يقلدوا خطواتك عشان يوصلوا للي انتي وصلتيله. في واحدة ست شايفة إنها أخدت نص الكمية وبتبص للي في إيدك بحسد. حصني نفسك، وطول ما انتي متمسكة بقوتك وبتقفلي بابك في وش المتلاعبين، مفيش حد يقدر يكسرك أو يهد ثباتك. الحوت النهاردة في العالي والنجوم بتخدمك. قولي يا رزاق واستعدي للمفاجأة اللي هتحصل خلال أيام. وما تنسوش، اللي ما بيشتركش مش بتوصلها الأسرار. عشان توصلكم كل أسرار وتوقعات فنجان الهوانم، ما تنسوش تشتركوا وتكونوا جزء من عيلتنا. حكاياتنا لسه فيها